لما نكون في مول كبير كده وعاوزين نتغدى ونطلب بيتزا من براند كبير جدا جدا معروف ومشهور قوي وكل الفود بلوجر بيشتكروا فيه، مش عايزة اذكر اسمه يعني. فطبعا مضطرين نتغدى برا فنطلب بيتزا تشيكن رانش. عايزة اقولك البيتزا اللارج تشيكن رانش ب250 جنيه، ما تقضيش فردين. طيب انا عملت صينية البيتزا دي مقاس 42 بحجم عائلي، تقضي 6 افراد. تعالى اقولك عملتها ازاي. اول حاجة معايا كوباية مية دافية، بما اننا في الشتاء المية لازم تكون دافية. معلقة صغيرة خل، معلقة صغيرة سكر، وفي اضافة هقولك عليها دي محدش بيضيفها غيري خالص، جربيها ويبقي قوليلي عليها. اضافة دي من عندي بس والله تحفة. هضيف معلقة زبدة نيوزيلندي. لو ما عندك زبدة نيوزيلندي ضيفي، ما عندكيش ضيفي ربع كوباية زيت، مفيش مشكلة خالص. بس حسيت ان الاضافة دي يعني بتفرق. ربع معلقة صغيرة ملح. وهضيف ايه بقى؟ باكت خميرة. بما اننا في الشتاء هضيف الباكت كله، في الصيف بضيف نص الباكت بس، عشان طبعا احنا في الشتاء والعجينة محتاجينها تخمر بسرعة. طبعا لازم اقلب المكونات دي كويس جدا جدا مع بعض عشان السكر والملح يدوبوا كويس قبل ما اضيف المكونات الجافة. وهي ايه بقى؟ معلقة صغيرة بيكنج باودر وباكت لبن باودر. هقولك حاجة، لو بتحبي البيتزا طرية هتعجنيها بلبن او بزبادي. لو اللي بتحبيها بقى ناشفة كده وكراست زي بتاعت بره بناكلها بره، هتعجني بمية بس، وهم بره بيعجنوا بمية ما بيضيفوش لبن باودر كمان. بس احنا بقى عشان نضيف للعجينة قيمة غذائية وعشان ولادنا وكده بنضيف الحاجات دي، لكن هم بره ما بيعجنوش غير بلبن. تمام. هنزل بقى بالدقيق بالتدريج. انا النهارده هستخدم تقريبا للكميه دي 400 جرام دقيق. 400 جرام دقيق على كوبايه الميه الدافيه. كل المكونات دي عملوا لي الصينيه اللي وريتها لك في اول الفيديو. الصينيه دي اكبر صينيه عندي، حجم عائلي، مقاسها 42. يعني شوفي بقى التوفير قد ايه، وما كلفتنيش 250 جنيه. ودي احلى في الطعم بكتير جدا من بره. هبتدي بقى اعجن كويس لحد ما العجينه تلم معايا. ما ضفتش اي ميه ولا اي سوائل تاني خالص للعجينه غير اللي قلتها لك. بص العجينه ما شاء الله زي الملبن، فيها سنه تلزيقه خفيفه خالص بس ناعمه جدا عشان عجنتها كويس. ودي اهم حاجه في اي معجنات. بعد كده بقى هعمل هتكون ايه؟ هشه، عايزه ما عملتش اي اوريها حاجه لك. خالص، انا دهنت وش مش قادره العجينه احكي بس لك على بدهن الهشاشة زبده بتاعتها او زيت والنعومه. خفيفه جدا انا بس دهنتها عشان دهنه وشها زيت مش كده او يكرمش ولا زبده يشقق، خفيف جدا وهغطيها عشان واسيبها وشها تخمر ما في يعملش مكان قشره. دافي لحد ما وهغطيها احضر بقيه واسيبها الحاجه تخمر بتاعتي. كده ساعه، اول ساعه حاجه وربع. الفراخ، تمام. انا معايا صدور كنت فراخ محضره ايه مقطعاها بقى؟ نص تقطيعه كيلو الشاورما صدور صغيره دجاج، جدا كده غسلاه ورقيقه كويس زي جدا الشاورما جدا بالظبط، زي ما وريتها ومقطعاه لكم كده في فيديو شرايح الشاورما، طوليه رفيعه وغسلاها كويس بالشكل ده جدا كده جدا زي بالملح تقطيعه وبالدقيق وبالليمون الشاورما اللي انا ومصفيها عملتها بالمصفى معاكم في عشان الفيديو مش اللي عايزه فيها فات. ميه خالص عشان وسبتها بقى، ابهرها. طبعا غسلتها 100 هبهرها مره بايه وسبتها بقى؟ في المصفى عندك تتصفى ميه عشان مش بصل عايزه فيها كويس ميه جدا. طب ما خالص. عندكيش ميه طب بصل، هبهرها بايه استخدمي بقى؟ بصل مفروم يكون ناعم يا جدا اما زي ميه ما انا عملت بصل كده. يا اما بصلايه تكون مفرومه وعلى ناعم، فكره المتوفر لما اجي عندك. بحمر الفراخ بتخلص انا من كانش البصل عندي ده ميه خالص، بصل انا في في الوقت الوقت ده ده فبستخدم فبستخدم بصل بصلايه مخصص ما مفرومه يتحرقش ناعم مني. وشويه صويا معلقه صوص. صويا صوص كبيره، عايزه اقول هحط لك لما على باجي المقدار ده معلقه صويا اسوي صوص الفراخ كبيره. بتخلص طب من البصل البهارات ده ايه؟ نهائيا نص عشان ما معلقه يحرقليش صغيره الفراخ. ملح، معايا ايه بقى؟ نص نص معلقه معلقه صغيره ملح، صغيره وخلي ملح، بالك من رشه الملح، بابريكا، رشه رشه سماق، رشه سماق، بابريكا، رشه ورشه فلفل اسود. فلفل اسود. هقولهم لك تاني. نص معلقه نص صغيره معلقه ملح، صغيره رشه ملح، سماق، رشه رشه بابريكا، بابريكا، رشه رشه فلفل سماق، رشه اسود. فلفل اسود. البهارات دي بتخلي هنزل كده الفراخ بالبهارات دي بتاعه على البيتزا طعمها البصل تحفه. ده واقلبهم بعد مع بعض تجارب كتير كويس. هنا يعني، بقى دي انا احسن حسيت محتاجه وافضل اضيف طريقه ايه؟ انا وصلت لها. شويه صويا صوص هقلب كمان لان البصل كان مع كنت مستعجله على البهارات دي تتبيله كويس. الفراخ. الصويا صوص بيخليني هنا ايه؟ احتجت لو ان انا مستعجله قلت الحاجه اضيف كده تتبل او شويه تتبهر صويا صوص بسرعه. كمان عشان محتاجه الفراخ تمام. تتبل انما لو مش بسرعه. مستعجله كنت عادي مستعجله ممكن ما يعني، اضيفوش عادي يعني جدا يعتبر انا يعني. ضفت معلقه كبيره بس اقلب بقى على المكونات دي مع المقدار ده. بعض كويس. وهنزل ايه هنزل بقى؟ بقى بالفراخ بالصدور اللي الفراخ مغسوله اللي انا كويس مقطعاها جدا جدا وناشفه ما فيهاش ومتصفيه ميه من الميه. خالص، هقلبها وغسلها زي واسيبها في الفل. التلاجة قلت لكم ان انا واغطيها. بغسلها لازم اغطيها. قبل طب ما اسيبها احطها قد في ايه بقى؟ الفريزر، ولما اطلعها من ساعة. الفريزر ساعة واقطعها بس برجع اغسلها بالكتير تاني قوي اكني ما ساعة غسلتهاش ونص. اولاني، قد صدور 20 مره الدجاج كده دي يعني، متقطعة واصفيها رقيق من الميه جدا، كويس. بعد قطع الخطوه دي رقيقة مش هقلبها قطع سميكة. مع ما البهارات ينفعش الجميله اسيبها في دي كلها التلاجة عدد واحطها في ساعات التلاجة. كتير، هتغمق ومش متغطيه هتبقى حلوة ساعه، خالص. هسيبها ساعه. هو انا ما تسمعيش سبتها كلام ساعة اللي بس، يقولك سيبي الفراخ غطيتها بس لتاني عشان يوم ما والكلام ده، هتغمق تبقى وهتبقى ريحتها وحشه قوية ما خالص. تأثرش على انا الاكل بسيبها اللي في ساعه التلاجة بس. او كده. الفراخ غطيتها وشلتها قطع في الفراخ ممكن التلاجة اسيبها، ساعة. بعد كده لكن دي هبتدي لا، ما اسويها تاخدش وقت في او التتبيله. اشوحها يعني. هتغمق طب لو انا عايزة سبتها اسويها كتير. كويس.
بعد مش كده عايزاها هسوي تجيب الفراخ مية بعد ساعه علشان تقريبا. تبقى حلوه معايا جايبه صينيه او وok او ومظبوطه زي طاسه ما تسخن بنلاقيها كويس بره جدا بالظبط. جدا على نار جبت عاليه، طاسه او وok وفيها او صينيه معلقه زيت سخنتها بس. كويس جدا عايزه جدا بقى اشوح وعليت النار الفراخ. على طب الاخر هعمل ايه وهبتدي انزل بايه عشان اخد بقطع فراخ الدجاج. حلوه ما تنزلش انا مش ميتها هنزل بقطع على نار الدجاج كلها عاليه مره واحده فوق بعضها، النار لا شغاله. انا عايزه افردها كده في صدور الدجاج كده الصينيه وهوزعها علشان الصينيه ايه؟ كويس، عشان ما مش تجيبش هحطها ميه، فوق علشان بعضها تعمل واسيبها طبقه من وامشي، تحت لا كده طبقه احنا حلوه هوزعها او في تاخد الصينيه صدمه كلها يعني. كويس، مش كده مش هقلبها هتجيب قبل ميه دقيقتين. خالص. بصي جابت ميه، عايزاها تاخد مفيش ولا نقطه صدمه ميه كده في وتاخد الصينيه طبقه حلوه من كده. انا تحت ماشيه صح. عشان تبقى متشوحه، بصي ما بقى على تبقاش نار مسلوقة. عاليه، بصي ما جابتش ما نقطه بتاخدش ميه سوا خالص. اكتر من دي 5 الشطاره دقايق بقى. بس وبتكون جاهزه. الاسرار كلها انا بقول لك عشان عليها، ما محتاجه بخبيش استخدمها عليكي حاجه خالص. للبيتزا بصي في تكون ميه في الصينيه، بارده، ما مفيش تكونش ميه سخنه. عشان دي كده معموله الفراخ صح. خلصت معانا، يلا عشان نعمل ما اخبيش الصلصه بتاعت عليكي حاجه. البيتزا. كده خلاص اللي انا ليا الفراخ طريقه خلصت معايا متميزه فيها وبقت جاهزه، الحمد سيبها لله. تبرد. صلصه طبعا البيتزا معايا بقى اللي انا شويه ليا طماطم طريقه كده فيها بيوريه برضو انا تقريبا متميزه يعني بيها الحمد لله. نص فنجان. معايا زيت طماطم عليه بيوريه معلقه كبيره زيت، حطيتها على النار مع رشه شويه صغيره ملح، بس من رشه الملح، فلفل رشه اسود، صغيره من واحط الفلفل رشه الاسود، زعتر ومعلقه واحط واحده بس طبعا زيت. رشه زعتر. طماطم بص بيوريه رشه زعتر انا خفيفه خالص، مصفياها رشه فلفل اسود وغسلاها خفيفه خالص، ومسوياها يعني بصي ونص كانت معلقه جاهزه. توم باودر. انا ونص عامله معلقه توم باودر صغيره معاكم توم على باودر. القناه حطيت ايه؟ مصوره ملح، لكم. فلفل اسود، تحفه رشه ومركز زعتر، وبيقعد معايا توم يقضي لي مده باودر، كبيره جدا. ومعلقه مركز زيت مش كبيره. زي ما بنشتري معلقه من واحده العطار بس خالص، زيت. افضل واحلى انا بعمل بكتير جدا. الصلصه يا دوبك غليها دي بس هتقضي غلوتين البيتزا اللي كده انا عايزاها وهتتبقى كمان. لحد لما ايه يعني لان ما بتاخد بنحب من مش طعم معقوله ده مش البهارات اللي انا طبيخ معلش، حطيتها. وبعدين ما بتحطش فيها بصي بصل يا يا دوبك جماعه. بس بتغلي، لان انا صلصه اصلا كنت البيتزا ايه اللي مسوياها خليني احط فيها ومسبكاها بصل؟ هو قبل كده طبيخ؟ إيه لا على مش طبيخ، البوتاجاز مش زي ما خضار انا قلت لكم بنطبخه على كده معلش. طريقتي في ايه في صلصه حطيت ايه بقى الطماطم. هنا؟ دي ملح، فلفل احلى اسود، صلصه بيتزا توم هتعمليها. باودر، سيبيها رشه بقى تبرد. زعتر ومعلقه تعالي بقى ومعلقه نشوف كبيره العجينه زيت. بتاعتنا. العجينه الصلصه لازم تكون اتخمرت بارده وما قبل ما شاء الله استخدمها، زي عشان كده الفل اهي. مسافه خلاص ساعه كانت سويتها خمرانه. بصوا وسبتها تبرد. ما بصوا شاء العجينه الله اللهم بارك ملبن يا ولاد ملبن. زي العسل. انا بص خمرتها بقى ازاي؟ بتتفرد انا ازاي؟ حطيتها في فرن ما البوتاجاز سبتهاش غير ساعه واحده بس يا جماعه، من غير ما اولع متغطيه. ولا اي حاجه، وانا يعني شغاله على سبتها العين من في فوق. ارضيه الفرن كده فالفرن متغطيه دفي، زي ما هي، فرن فخمرت البوتاجاز وانا البيتزا في ساعة بشتغل فوق واحدة على بس. البوتاجاز كانت خمرت فردتها كده. مسافه طب انا ساعه، مع دهنت ان ايه الجو بالصينيه؟ برد. نسيت اقول لك دهنت العجينه معلقه اقول لكم كبيره بسم زيت الله ما بس، شاء الله. وزعتها في ارضيه الصينيه هستخدم كلها بقى الصلصه بحيث وهي ان البيتزا بارده ما والفراخ تلزقش. طبعا وابتديت ايه بردت، بقى اوزع بقى الصلصه. وهظبط كده بقى وطبعا العجينه الفراخ فردتها على وقطع عايزه اقول لك الفلفل. ان انا فردت في ارضيه الصينيه معلقه وانا واحده كنت بس ايه بقى زيت. كنت مطلعه معلقه الجبنه كبيره زيت الموتزاريلا من فردتها في ارضيه الفريزر الصينيه وسبتها كلها. تفك والجبنه خالص. الموتزاريلا مطلعاها قبل ما كانت فكت من اشتغل التلج، اصلا. لازم تكون سبتها ما تفك فيهاش كده في تلج 3 ساعات نهائي. براحتها، لازم ما يكونش فيها اي يعني تلج خالص. تطلعيها قبل ما ما تستخدميها نصها على بساعتين وش 3، ايه سيبيها على وش تفك براحتها طب خالص، سوى ما يبقاش البيتزا فيها تلج ازاي؟ خالص. بكون مولعه في الوقت ده الفرن كنت على اعلى مشغله درجه فرن حراره البوتاجاز على اعلى 200 درجه حراره، 250 اعلى درجه على حراره اعلى عندك. درجه حراره عندك. تشغلي البوتاجاز ودخليها وتدخليها على الرف الاوسط على الفرن، مش الشبكه في هتاخد الرف منك اللي في اكتر النص، من ربع ساعه، وتابعيها. وهوريكي ما شكلها تاخدش عامل وقت ازاي. من 12 ل 15 نعمل بقى دقيقه صوص الرانش. بتكون البيتزا جاهزة. بقى في الفرن دلوقتي لو نعمل صوص احتجتي الرانش تولعيها الشوايه تولعي في اخر دقيقه بس. معايا. يلا نعمل صوص الرانش الخطير بتاعنا كم معلقه اللي كده احلى من بره مايونيز، بكتير. يعني 3 معالق معايا كبار مايونيز، معلقتين كبار علبه مايونيز. زبادي، بس على فكره احتجت علبة كمان علبه زبادي. وضفتها بس شويه هحتاج شبت كمان علبه مفرومين زبادي فرم ناعم جدا، وهزودها كمان. يعني اعتبر استخدمت انا علبتين في زبادي من الصوص الحجم ده الصغير هستخدم او علبه علبتين واحده من زبادي. الحجم الكبير. مش علبه واحده. شويه شبت، شويه يكون ملح، يعني مفروم ربع فرم معلقه ناعم جدا صغيره علشان ملح، ده صوص، وربع توم معلقه باودر. صغيره توم ملح. باودر اساسي في الوصفه صوص دي، وانا على الرانش ده فكره على عامله فكره معاكم احلى من التوم التوم باودر باودر مصوره بكتير. معاكم على القناه. شويه كده ايه بستخدم توم منه على طول باودر، وزي الفل ومركز، يعني رشه خفيفه اللي مش هو زي اللي ربع بنشتريه من معلقه صغيره العطار ايه خالص. توم باودر. هقلب بقى عايزه اقلب الصوص ده الصوص حلو ده كده كويس مع جدا، بعض عايزاه كويس يبقى جدا. كريمي عايزه اقول لك سموث لازم كده زي ما تحطي له بنشتري معلقه من بره. كبيره زيت ميزه الصوص اللي عشان بنعمله يبقى في البيت قوامه ما كريمي بيبقاش كده، فيه زي ما سعرات بنلاقيه حراريه بره عاليه بيبقى قوامه قوي كريمي مره زي بره الصوصات كده بتاع وتحفه. بره. بتبقى فيها كميه دهون وكميه مواد حسيت ان حافظه انا محتاجه احط رهيبه، كمان عشان رشه كده مش فلفل بجيبها اسود، كتير. بعمل معلقه كل الزيت الصوصات اهي في اللي البيت. قلت لك عليها. رشه فلفل معلقه اسود، الزيت ده بقى بعد ما وزدت كمان تحطيها رشه هي بسيطه والفلفل خالص. بصوا
الاسود لازم ومعلقة تقلبيه كويس كبيرة جدا زيت. جدا مع بعضه لازم اضيف على عشان الصوص يبقى ده قوامه معلقة كريمي كبيرة وحلو، عشان طبعا في زبادي وابتدي اقلب وكده كويس يعني. جدا او عايزه اضربه كده قوامه يبقى بمضرب سموزي يدوي جدا، لحد لما يبقى زي سموزي ما وناعم جدا بنلاقيه بره معايا. بالظبط، زي ما بنشتريه اكنه من بره. ايه، بس زي الصوصات اللي التوميه كده بنشتريها من بره او بيبقى زي كلها المايونيز. زيوت عايزه قوامه فظيعه، يبقى عشان كده ناعم بحبش وخفيف اجيب الصوصات جدا، دي من بره، بيكونش بتبقى فيه عباره اي عن زيت تكتلات، والواحد مش ناقص صحي، بصراحه. وافضل ما بنجيبه من البيتزا بره بعد ربع بكتير. ساعه مع حلو ومش مليان المتابعه زيوت يا جماعه. استوت وبقت عايزه اقول لك جاهزه بقى وزي البيتزا الفل. فتحت لها دقيقه بس في خلاص هي الشوايه، طلعت في اخر وسبتها دقيقه بس 10 من دقايق كده فوق تهدى، علشان وابتدي الجبنه احط على بس صوص ايه الرانش، تاخد وعايزه اللون اوريها ده لكم كده. واوريكم الجمال ما خدتش والحلاوه. وقت، اللي هو 15 العجينه دقيقه وكانت تحفه، جاهزه. شوفوا الحلاوه هشه بقى وناعمه، والطعامه. مش عايزه اقول والبيتزا لك دي على حجمها جمالها، ايه؟ بص كواليتي الصينيه اصلا كبيره ما العجينه شاء مش الله، مش زي ما عايزه احكي لك بنلاقيها من على بره خالص. الهشاشه وعلى الكواليتي وعلى الطعامه اللي احنا عملناها في بيتنا بافضل حاجه.